انا تمرجنت لين مبتدئه، ايش تنصحني وشلون اربح كبدايه جديده؟ شوف صراحه واقعيا شيء حلو انه انتم تخسرين، يعني تقولين شلون ابدي بدايه صحيحه جديده، لان كل خسروا هواي اشخاص مني يخسرون مباشره يقول لا انا ما خسرت، انا الشركه قبصت عليهم، مو يعرفون اصلا ليش خسروا، ويعرفون كل زين انه هو يسوون شيء غلط من وراء الطمع والجشع مالتهم، بس يخسرون ويظلون يقولون الشركه والشركه هاي السوالف كلاوات. فبكل اختصار سجلي صفقاتك، دوني صفقاتك كلها الرابحه والخاسره والضاعت وكل شيء. بكل اختصار مثل ما قلت سابقا عند رونجا اتصال فاضطريت ابدا من جديد وما نسيت وين كنت. المهم بكل اختصار دوني صفقاتك، اعرفي الغلط مالتك وين يصير، ومن تعرفين الغلط مو تعوفي مباشره، لا عرف ما عرفتي الغلط مالتك حاولي تصلحيه. يعني مثلا انا اليوم اكثر من غلطه صارت لان الستوب لوز مالتي قريب عن الانتر مالتي. هذا شو معناها؟ انا اطمع من الستوب لوز، معناها الصفقه مالتي اما دخول غلط، فاريد الريسك ريورد يعني معدل الربح مالتي يكون اكبر بهون خسارتي، فاقرب الستوب. يعني اشياء بديهيه هوايه. وتقدرين ايضا حتى نكون واقعيين، تقدرين حتى يعني مجرد انه الفيديو مال التيك توك عاده يكون قصير وهذول سوالف الريلز او غيرها، تقدر تروح على اليوتيوب تكتبين مخيم النخبه، بمخيم النخبه اكو فيديو اسمه خطه الربح مسويه على شكل ليفلات، ليفل 1 2 3 وهاي يشرح لك باك تيست، يشرح لك شلون تدوني صفقات، يعني بين قوسين كل شيء تحتاجيه. فهناك راح يختصر لك هواي اشياء. يعني الفيديو اعتقد طوله حوالي 20 دقيقه، فيعني ما اعتقد انه واحد يستفاد فائده كبيره ما يقدر يضيع له 20 دقيقه يتعلم بها شيء مفيد. يعني اعتبرها يعتبر حال استثمار لا اقل ولا اكثر، استثمار والوقت. فروح على اليوتيوب واكتبي مخيم النخبه، شوفوا فيديو اسمه خطه الربح بالمخيم، وان شاء الله كل التوفيق لك وللكل. وقلت لك الغلط صلحيه مو تعوفي، يعني مو من غلطت اليوم غلطه تقول ها يلا بعد ما اعيدها، لا اعرفي ليش غلطتوا وين غلطتوا وين غلطتي حتى تقدرين تصلحي. هذا كله تعرفيه بالتدوين وبالباك تيست. فبس